جربي اللحمة بطريقتي وعمرك ما هتندمي. العيد الكبير جاي، كل سنة وانت طيبة، وعايزين ننوع في كل طرق اللحمة عشان نعمل أحلى سفرة للعيد الكبير. كل سنة وانت طيبين. لو انت جديدة يا ست الكل، ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب عشان ده بيساعدني جدا. وكمان تسمي بالله وتصلي على الرسول في التعليقات. بصوا كده، أول حاجة جبت طاسة ولازم أسخنها كويس قوي على النار. معايا شرايح كده من البفتيك. اول ما سخنت ابتديت ان انا انزل بشرايح البفتيك بتاعتي في الطاسه او جريل او اي حاجه عندك، حطي فيها الشرايح. اول ما الشريحه زي ما انت شايفه كده تاخد لون كانها استوت، بس هي طبعا بتبقى نيه من جوه، بتقلبيها على الوش التاني على طول. ما بتاخدش دقايق منك، اهم حاجه تديها الصدمه الحلوه دي. واول ما توصل للون اللي انتوا شايفينه ده كده على الجنبين، تبتدي تحطي شوية ملح وشوية فلفل، وبعدين تنزلي بالمية السخنة بتاعتك. حوالي كوبايتين من المية، وانا عاملة هنا حوالي كيلو الا ربع من اللحمة. وبعدين حلة كده، وحطيت حتتين من الزبدة ومعلقتين من زيت الذرة، وقلبت شوية من لسان العصفور. وبعدين زودت له كده كوبايتين شوربة، علشان خاطر اعمل الرز. على فكرة الرز بلسان العصفور يا جماعة في حتة تانية. انا بالنسبة لي بعمل مثلا مقدار الرز بتاعي، بزود عليه بس ربع كوباية. بصوا كده ما شاء الله بيطلع تحفة قوي قوي قوي، واحلى كمان من الرز بالشعرية. وفكرة جديدة، بجد هتعجبكم قوي فكرة الرز بلسان العصفور ده. طبعا اللحمة وطيت عليها، بصوا طلعت شكلها عامل ازاي، تحفة اللهم بارك. وعملت جنبها كده شوية ملوخية. بصوا بقى الصوص ده العيش يا جماعة. تاخدي بقى الصوص ده وتحطيه على الرز بتاعك، ما شاء الله اللهم بارك. حاجة كده تحفة، حاجة كده سريعة وجميلة. اتمنى وصفتي تكون عجبتكم، متنسونيش لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. مع السلامة.